وهي أحلى وأطيب مندي من عند حضرموت من اليمن. وإن شاء الله راح يعجبكم هالصحن هاد والطريقة هاي. وتابعوني هلأ بالحلقة الجديدة أكلة المندي اليمنية. تفضلوا معي لنساويها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بأكلة جديدة، هي أكلة يمنية مندي حضرموت. إن شاء الله راح تعجبكم كتير وبطريقتي الخاصة، وكتير راح تطلع شغلة فوقانية، شغلة طيبة. بس تابعوني من الأول للآخر. هلأ راح أعطيكم العيارات مشان ما أطول عليكم الفيديو. عندي فروج كامل أنا قاصه نصين، وعندي فخاد. اللي بيحب الفخد ووردة بيساوي، واللي بيحب فروج كامل بيمشي الحال. عندي كمان هيل وورق غار، شرشر قرنفل، وعيدان القرفة. وعندي اللومي الأسود، إذا بتحبوا الأبيض ما في مشكلة. عندي بهارات مندي، وعندي الزعفران، واللي ما موجود الزعفران في هذا ملون غذائي صفار الزعفران. في كمان صفار البيض، كمان هذا صفار البيض هذا موجود كمان. عندي الزنجبيل، الهيل، الفلفل الابيض، هدول بدي تبل فيهم الدجاج مع البهارات المندي والملح. وعندي سمن بقرة الحلوب، بدي اقلي فيها البصله مشان تطلع طعمه الرز زاكي وطيبه. وهلا رح نبلش نحن بالبصل، والبصل بدي اياه كتير ناعم مشان ما يبين بالرز، يعني بدي اياه يدوب على الاخر انا. وهلا بدي بلش تقلايه البصله. هاي السمنه كثير بتعطي طعمه طيبه للبصله وللرز. كمان بدي احط للرز انا زيت نباتي. دغري طلعت ريحة السمنة شي حلو، ريحتها كتير حلوة. أنا طبعا ما بدي إذا كتر سمنة مشان الرز ما يجبل، أنا بدي بس قلي البصلة فيها. ضل عم بقلبها مزبوط لحتى تتكرمل وتطلع تصير شقرة، يعني ما بدي إياها تسمر زيادة، بس بدي إياها تدبل البصلة وتصير هيك لونها على كريم. برشلها رشة ملح صغيرة مشان تدبل البصلة مزبوط. وهي هلا البصلة تقلت، يعني صارها راح يصير وشها ولونها زهر. بدي نزل معها هدول البهارات مشان كمان ياخذوا نكهه وطعمه من السمنه. هلا الرز نحن حاطين 4 كاسات رز غاسلينه غسيل لحتى يروح النشا اللي فيه، فقط غسيل. يعني لا تسووا لا تنقعوا للرز، بس اغسلوه غسيل. هي الكاسه مقابل كل كاسه رز بدكم تحطوا كاسه ونص مي. عرفت علي شلون اخواني؟ كاسه ونص مي، وبتزودوا كمان فوق الكاسه ونص مي بتزودوا نص كاسه مي فوق من هون، هدول زياده لانه انا بدي فوت الطنجره مع اللحمه مع هذا كلياته بقلب الفرن. يعني ما راح اطبخه طبخ على الغاز للرز، راح احطه بالفرن للفروج وللرزات. هي هلا صار لونها البصله لونها زهر، وكمان طلعت ريحه البهارات بالجنه. وهلا كمان حطيت معلقتين بهارات مندي، كمان بحركهم شوي معهم. هلا بقال لانه ليش حطيته بالاخير للبهارات المندي؟ لانه ناعم ما بدي اياه يحترق انا. هلا بدي احط الاشلميش. هي صاروا كلياتهم سوا. اخر شيء بنزل الاشلميش لانه دغري بيستوي الاشلميش. بدي اياه ياخذ نكهه صغيره انا
مع البهارات. هلا بدي نزل الرزات. نزلناهم الرزات كلياتهم، ما تخلوا ولا رزه يعني. وهلا بنحط الميات تقريبا فوق الرزات ينغمروا تقريبا سنتي ونص. مي سخنه اكيد طبعا، ها بتحطوا مي سخنه. نعمل لهم تحريكه خفيفه هيك مع بعضهم البعض. شايفين ما احلاهم صاروا؟ هلا بنفردهم هيك شوي، بنزود كمان مي. هلا تقريبا صار فوق الرز سنتي ونص مي. هلا طفينا الغاز تحتهم، بنحط ملح للرز معلقتين صغار، وبدنا نص كاسة زيت نباتي مشان الرز ما يجبل الرز. نعمل لهم تحريكة خفيفة هيك مشان الملحات الزيتات يفوتوا للرزات. هلا بدنا نبلش بتتبيلة الدجاج، بس تابعوني مزبوط مشان تعرفوا شو بدكم تحطوا بهارات وشون، يعني ما تطلع ريحة زنخة مثلا بالفروج او ابدا، يعني كلياتها هي الشغلات بتروح. تابعوني. هلا بدي مي فاترة، بدنا هذا الزعفران مشان يحل بالمي، دغري حل بالمي، بس تحطوا له مي فاترة. شايفين شلون دغري حل؟ نتركه شوي صغيرة لأنه الزعفران بيعطي كتير طعمة طيبة للمندي. عنا معلقة بهارات مندي ونص، عندي نص معلقة زنجبيل ناعم، عندي تقريبا معلقة مسح هيل، وفلفل أبيض كمان معلقة. طبعا المعالق اللي أنا عم بعيرها معالق صغيرة تبعات شاي، وعندي 3 معالق ملح. وبدي كمان صفار البيض تقريبا هالكمية هي، وصفار الزعفران منشان نزود الصبغة تبعها يطلع لونها الفروج كتير ظريف. كمان بنحط لها، طبعا هي كلياتها ملونات غذائية يعني ما فيها ضرر. كمان هالكمية هي مشان يطلع اللون الفروج كتير حلو. هلا بنحط لها زيت طبعا نباتي تقريبا شي نص كاسة شاي زيت نباتي. وهلا ندهن الفروج فيها. هلا انا بنعمل لهم مساج خفيف، بنفوت لقلبهم كمان هون، بنحاول نشقه شوي صغيره للصدر من هون مشان تفوت البهارات والملح. شايفين شلون دغري صبغ؟ هلا هذا بيعطي لون وطعم كتير طيبه، خص لانه حطينا الزعفران كمان. كمان حاولوا هيك الفروج من هون ندهنوه. اهم شيء وقت بدنا نفوته على الفرن الجلد نرجعه محله. وهلا اخواني بدي سكر الرز تسكيره مرتبه بالورق القصدير. حطيت ورقتين بالطول بالعرض وورقتين بالطول، بدي سكر فيهم الطنجره. نسكر تمها من هون، نسكرها من هون هيك كلياتها.
من هون نخففها بننزلها لتحت تقريبا شي 4-5 سنتي لتحت مشان نحط عليهم الدجاجات. بدي ساويها انا مثل كانه واحد عم ينزلها بحفره تبع المندي. هلا نزلتهم هيك وهلا بغلفها مزبوط، بنسكرها مزبوط. وهلا بدي احط لها ورق زبده مشان ما يلزق الفروج فيها. نعمل لها هيك ونبخشهم كلياتهم سوا على عرض السكينه منشان الدهن تبع الفروج ينزل على الرز. نبخش. وهلا راح ننزل على نص الفروج المدلل هاد، راح نحطه هون والجنب الثاني مقابيله. كمان نجي بورقة زبدة. قبل ورقة الزبدة شو بنعمل بهدول اللي زادوا فيهم بهارات؟ هدول كمان بنشرهم، كمان بينزلوا على الرزات. منهم بياخد اللون، الرز بياخد لون حلو، ومنه كمان الدجاجات يضلوا مسقسقين بالبهارات. هلا بقى كمان شو بنحط لهم ورقة زبدة على وشهم، كمان بنغلفهم تغليفة بالقصدير، تغليفة مرتبة. بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200، بدي احطها ساعة و3/4 ساعة. وهلا رجعنا لكم، طالعنا الطنجرة من الفرن، بس شلون نار شاعلة. بدكم تديروا بالكم تحرقوا ايديكم من البخار. شايفين؟ شوف على هالشوفة ما احلاها. شايفين على الشوفة ما احلاها؟ هي احلى ريحة واحلى مندي. هي لسه شو لسه ما حمرتها، هلا بدي فوتها على الفرن انا وحمرها. شايفين على الشوفة ما احلاها؟ مستويين وما احلاهم. هلا بدي فوتها على الفرن، حمر الوش تبعها تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعة مو اكثر. وهلا بدي احط لها مي سخنة بسفل الصينية. هون حطيت صينية انا، حطيت لها مي سخنة مشان ما ينشف الفروج، ان شاء الله يضل طري. وهلا رح نسوي لكم الدقوس تبع المندي على طريقتي الظريفة والطيبة. عندي هذا اهم شيء، قرن فليفله حد، واللي بيحب يحطه، ما بيحب يحطه على حسب رغبتكم انتم. قرن واحد ما تكتروا يعني، قرنين فليفله خضر حلوين، بصله صغيره، سنين توم، وعندي 4 حبات بندوره. هدول كلياتهم بدي اضربهم مع بعض، ومعلقه ملح على حسب الرغبه، الملح انتم بتحطوا معلقه صغيره يعني ملح. وبدنا تقريبا شي نص كاسة زيت نباتي. وهلا بنضربهم ضربة خفيفة، ما بنكتر عليهم مشان يصيروا مي، ما بدنا اياهم يصيروا مي، احنا بدنا اياهم يضلوا سماك. وهلا شوفوا شلون صار القوام تبعها ولونها وريحتها بتجنن. شايفين هيك سماكتها خالص. هلا بنستنى الطنجرة لتطلع من الفرن. وهي هلا طالعتها من الفرن، شوفوا لي على هاللون ما احلاه. لون وريحة بشلوا شللان، قدموا ريحة طيبة وريحة زاكية يعني. هلا بدنا نقيمهم. شايفين اخواني شلون الرز ما احلاه؟ بده تحريكة خفيفة. شايفين مصري بجنن، كل حبة واختها. هلا بقى بدي فحم الرز. بدنا ننزل هدول الدجاجات على الرزات على الداير هيك هون مشان ننزل الفحمة. بنحط زيت زيتون
وهلا راح نفحم المندي يلي على اصوله. نرجع بنسكرها التسكيره المرتبه هي تقريبا شي 10 دقائق مشان ياخذ النكهه المضبوطه. شايفين هي القديره رجعت تستخدم. وهلا شوفوا لي على هالشوفه، تفضلوا. شايفين الدخان؟ لسه عم بيطلع دخان منها، لسه على الفحمه. اوه اللهم صل على سيدنا محمد على الريحه. شي بشهي، عن جد شي بشهي. شايفين؟ احلى الفروج. هلا بدنا نقيمه مشان نسكه بالصحن تبعنا مثل النار. شوف، شايفين الرز مقلزه؟ كلياته كل حبه واختها. شايفين؟ واللون والريحه والطعمه، يا سلام يا سلام. وهي هلا عم صف الدجاجات بالصحن. اللي بيحب يحط شوية كاجو هيك شوية مكسرات، اللي على باله يعني. وهالرشة هي مشان موديل الصحن يطلع حلو وريحة بتجنن، ما ريحة ولا أطيب من هيك. شايفين هذا الصحن ما أحلاه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي على هالشوفة هي، شوفوا شو المستوي، رايح نيفة على الآخر. وهلا بدنا نحطها هي هون، ومنشان نحط لها شوية دقوس نعمل لها هيك ونسكرها ونختمها هالختمة هي، وعلى المعدة زفورت. يا سلام على هالطعمة وعلى هالريحة وغير شكل. عن جد عن جد جربوها ما بتندموا، أكلة ولا أطيب من هيك. وهلا راح أعمل لقمة تانية، شوية دقوس بالحد، وأعمل لها هيك بهالرزات الطيبين. وعامل قدامهم شوية لبن. عن جد شي فخامة، شي فاخر على الآخر. يعني ما بتصدقوا على هالطعمة وعلى هالريحة. عن جد شي طيب 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 يعني بنصحكم تجربوها نفس طريقتي، وشو ما سويت وشو حطيت نفس الشي ساووا، لا تغيروا شي. وهلا وصلنا لآخر الحلقة، وأنا حابب أشكركم إنه أنتم عم تتابعوني، ولا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوا كمان تشغلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة، ويعني وقولوا لأصحابكم إنه في الشيف أحمد الدمشقي موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. وهلا هيك خلصت أكلتنا، وإن شاء الله بشوفكم بحلقة جديدة وبأكلة جديدة. كان معكم الشيف أحمد الدمشقي، سلام.